مساء الخير. بعد خروج مصر من كأس العرب بفضيحة مدوية، فلقينا بعض الأبواق، حلو الأبواق دي كلمة حلوة، بعض المنابر الإعلامية بتتكلم على أسباب سقوط المنتخب وأسباب انحدار الكرة المصرية والكلام العميق ده، ولقينا بعض الناس بيتكلموا إن الأهلي سبب من أسباب المشكلة. يعني هم سابوا كل حاجة في الكورة وخلوا الأهلي من أحد أسباب ضياع الكرة المصرية، لدرجة إن في مذيع اسمه محمد عبد الجليل طلع في قناة الزمالك وقعد يعدد مشاكل الأهلي والبلاوي اللي الأهلي عملها في الكرة في مصر، وإزاي إن الأهلي فيه كذا وفيه كذا ومحدش بيتكلم ومحدش بيعمل. ماشي، مفيش مشكلة. إحنا يا عم الأهلي ده أوحش نادي في العالم، الأهلي ده هو اللي مبوظ الكرة في مصر. طب بس خرج الأهلي كده بالمعادلة وبص على المشهد، مش هقول لك حاجة غير كده، هتلاقي سواد، هتلاقي ظلام. وانا هنا ما بقولش ان الاهلي هو اللي سبب صلاح الكرة، لا، هو الكرة كده كده ضايعة في مصر، بس هو نوعا ما ان الاهلي هو اللي يحفظ وجه الكرة المصرية. تمام. زائد ان بقى ما تعلقش فشلك على شماعات غيرك. يعني كل المأساة اللي فيها الزمالك دي سببها الزمالك مش الاهلي، الاهلي ملوش دعوة بيها. موضوع ارض اكتوبر، موضوع مشاكل الزمالك المادية، كل مشاكل نادي الزمالك سببها الزمالك، الاهلي ملوش دعوه خالص بالموضوع. دي حاجه. تاني حاجه، الاهلي ملوش دعوه خالص بمشاكل الكره المصريه. مشاكل الكره المصريه اعمق من كده بكتير. هو طبعا بيدور على مصلحته، وطبعا الاهلي عايز يفضل ناجح، بس هو الاهلي ناجح في منظومه فاشله، فالمنظومه دي مؤثره عليه طبعا. ومش معنى كده الاهلي على طول الوقت صح، لا، الاهلي عنده مشاكل اكيد، ومن الضعف ومن السذاجه، وان انت تبقى راجل محسوب على نادي تاني وعندك مشاكل، فانت اي مشكله في الكوره واي مشكله في الدنيا تقول ده الاهلي هو السبب فيه. لا، احنا بنهرج بقى. وواحد يقول لك الدوري ما فيش منافسه في الدوري، وده اللي مأثر على الكوره، وده اللي مبوظ الكوره في مصر. وكاننا بنشجع الكوره النهارده الصبح، يعني صحينا الصبح بنلاقي نفسنا كلنا بنشجع كوره. لا يا حبيبي، المسابقه حاجه والدوري حاجه ومستوى الكوره في البلد كلها حاجه تانية. والمنافسه حتى في الدوري ملهاش دعوه خالص بمستوى المنتخب. الدوري الفرنسي والدوري الالماني ما فيهمش منافسه خالص، ورغم كده متفوقين جدا. ليه من كده؟ لا، دي حاجه ودي حاجه. الدوري المغربي فيه منافسه رهيبه، ومنتخب المغرب مفيش ولا لعيب منه. الدوري الارجنتيني فيه منافسه فظيعه، ورغم كده مفيش ولا لعيب من الارجنتين بيلعب في الدوري الارجنتيني. المسابقه المحليه حاجه والمنتخب حاجه. واحنا اصلا مشكلتنا ان احنا مهتمين بالدوري اكتر من اللازم. يعني مشكلتنا في مصر ان احنا عاملين للدوري بتاعنا اهميه اكتر من اللازم. واي دوله بتعمل كده بتبوظ الدنيا، زي الدوري السعودي كده. لما كان في الدوري السعودي لما بقى فيه منافسه ما عادش المنتخب ضاع او مستواه قل، بلاش ضاع عشان الاخوه السعوديين بيزعلوا. فاحنا بندخل الدنيا في بعضها عشان نطلع الناتج ان الاهلي هو اللي مبوظ الدنيا. خلاص احنا نطلع الاهلي، هتبقى انت تمام. احنا نلعب الاهلي في دوري تاني، هتبقى انت مبسوط. هتعمل ايه؟ انت مشكلتك مالهاش دعوه بالاهلي. يعني افترض انت صحينا الصبح قال لك الاهلي ده ما عادش موجود في مصر، انت حليت المشكله؟ لا والله. بيراميدز هيرجع ينافس سيراميكا، انما انت مش هتتنافس. انت مشكلتك اعمق من كده بكتير واكبر من كده بكتير، ومش عايز تشوفها ومش عايز تعترف بيها. فيا ريت تشوفها. والناس اللي في الكوره، في المسؤولين عن الكوره في مصر، يا ريت يبصوا على الكوره كلها، وممكن ربنا يكرمنا ان شاء الله. لكم زي الفل.